زلزال في مدريد، عمار بصمة كبير المناكفين يعلن الاستسلام الرسمي. الرجل الذي لم يترك برشلونة في حاله يقرر اليوم إحراق قاموس السخرية بعد أن جعل جيرونا دفاع الملكي أضحوكة الليغا. مستغربين، انا قلت الكبير برشلونه ما قلت فشلونه، لانه صراحه ريال مدريد كسر عيني، ما اقدر اقول فشلونه. عمار ظهر بقميصه الأبيض ولكن بملامح مكسورة ليحترف بالحق المر. كنت أقول عنهم فشلونا، ولكن في الحقيقة أنا الذي فشلت. صراحه انا اللي فشلت. انا تاني في الدوري ده لحد ما الدوري ده ينتهي ما اقدر اقول فشلونه صراحه. اقول برشلونه اديهم حقهم، والله ده حق انا بدي. عمار لم يعد يرى امبامبي وفيني، بل صار يرى فقط صدارة كتالونيا تحرق الأخضر واليابس. وبأعلى صوته وجه رسالة مدوية لإدارة مدريد ونجومها المليارديرات، وهو يقارنهم بفقراء برشلونة المتصدرين، قائلا كلمته الشهيرة التي هزت منصات التواصل: ما في زي حقكم ده. نعم يا ميرينجي. حتى عمار قصد يده من دفاعات الشوارع. فريق مر بعظمه اقتصاديه، الصفوف اللعيبه بتاع انه الصفوف ما مكتمله، وبدا وفايز يشيل الدوري مرتين على التوالي، ونحن نملك كل شيء، حتى افضل لاعب في عمار بصمة يعلن الهدنة فيسكا باسا حتى إشعار آخر، وحتى يستعيد الريال هيبته. أبقوا بعيدا عن عمار. ما في زي حقكم ده. نراكم في صدمة كروية أخرى. طابت أوقاتكم.